السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. لقد شارك الدولي الجزائري ريان أيت نوري اليوم أساسيا مع فريقه وولفرهامبتون ضد نادي فولهام من مباريات الدور الإنجليزي الممتاز. ولقد قدم الدولي الجزائري ريان أيت نوري مباراة في القمة، ولقد سجل ريان أيت نوري الهدف الأول لفريقه وولفرهامبتون في الدقيقة 52 أمام نادي فولهام ضمن منافسات الدور الإنجليزي الممتاز. وانتهت هذه المباراة بنتيجة 2-1 لصالح نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وبهذه النتيجة يصعد نادي وولفرهامبتون إلى المركز الثامن من الدور الإنجليزي كما راكم تشاهدوا في الصورة. وتحصل اللاعب الجزائري ريان أيت نوري على تنقيط 8.1، وكان أفضل لاعب في هذه المباراة التي قدم فيها كل شيء من تمريرات حاسمة وأهداف ومراوغات. وتفاعلت الجماهير الجزائرية وجماهير ناديه وولفرهامبتون مع هدف ريان أيت نوري وما قدمه في هذه المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، إن شاء الله يتألق في مزيد من المباريات القادمة إن شاء الله، وأيضا مع منتخبنا الوطني الجزائري، ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله.